منتخب المغرب بياكل المنتخب التونسي وبيكسبوا 2-0 بكل اريحيه. المنتخب المغربي بعيد قوي عن كل منتخبات افريقيا، مفيش غير منتخب واحد بس هو اللي قادر على ايقافه وهو المنتخب المصري. منتخب المغرب بيفوز 2-0 على منتخب تونس اداء ونتيجه. النتيجه 2-0، بيسجل الهدف الاول اشرف حكيمي واحد من افضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، وبيسجل الهدف الثاني في البلاس 90 ايوب الكعبي. سيبك من النتيجه وتعالى بص على الاحصائيات عشان تعرف المباراه كانت عامله ازاي. اولا الاستحواذ 61%، منتخب المغرب كان بيلعب لوحده حرفيا في الملعب. ما ممكن يكون استحواذ سلبي؟ تعال نبص كده على عدد التسديدات، هتلاقي 16 تسديده للمنتخب المغربي مقابل 4 بس للمنتخب التونسي. عدد ضعيف جدا. منتخب المغرب حرفيا كان بيلعب لوحده قدام المنتخب التونسي. فرق كبير جدا بين منتخب المغرب وبين منتخب تونس في الوقت الحالي. المغرب فرق كتير قوي عن كل المنتخبات الافريقيه، وزي ما بقول لك المنتخب الوحيد اللي قادر على ايقاف المنتخب المغربي هو منتخب مصر، اللي عنده لعيبه على اعلى مستوى وقادرين ان احنا نكسب منتخب المغرب وناخد افريقيا الجايه من قلب المغرب. التوانسه محظوظين ان هم اتغلبوا 2-0 بس النهارده. لو ابو الزلازيل موجود ودياز والغائبين بيلعبوا كانت تونس النهارده ما كانتش رجعت من المغرب غير بفضيحه. فالتوانسه هنا بقى الحظ بيلعب دوره. عارف لو مصر كانوا كلهم بقوا كاملين، لكن تونس نص المنتخب غايب. فالنهارده كده بنقول للكرة الأفريقية احنا في خطر من المغرب صراحة. لما الاحتياطي بيكسب منتخب تونس الكامل العدد، وانا كان نفسي النهارده المغرب تكون كاملة، اشمعنى احنا يعني اللي نتخبط فكانوا لازم يخبطوا النهارده تونس 6. ولكن هنا بقى حظ تونس كان ليه دور ان تونس تطلع 2-0 بس. طيب هل حد يوقف المغرب؟ ده اللي احنا هنشوفه في الكاس الافريقيه. هل ابو صلاح عنده رد على اللي بيعملوه المغاربه؟ ده اللي هنشوفه في صراحه هزيمه يا خويا بالنسبه ما استوعبها حتى تونسي. المقارنه خلينا نقولوا زروق لا تجوز بينا وبين حتى كي نلعبوا كي نتفرجوا في المقابله كي نبداو نلعبوا عندك شي عندي وبرا الناس الريتم تك 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 وناس تجري وناس تقاتل كل كوره يموتوا عليها والكونترول الصحيح والتكنيك الصحيح. مش كيف واحنا ما خذينا الكوره ما درنا ما تلانسا الاخر طلع دروا من غادي باش يسنتر كان جيت وشوف السونتراج يوصل لك صحيح احسن كيان بوتو وكان ما حطيش ونتعذروا. يعني شوف والله وجعت لي قلبي نهار اثنين الله يهديك. نرجعوا خاصة على فوز المغرب، فوز استثنائي، فوز تاريخي للمنتخب المغربي. استوعبتش تعرفها تبدا طامع في جمعية وفي الاخر طلعوا هما اكثر طامعين فينا. والله انت قلتها هذايا قبل الكوب دو موند. قلت لك يعني نحس به احنا طامعين فيهم وهما طامعين فينا. جينا الوقت اللي لازمنا وما ربحناش، الوقت اللي لازمنا على القليله نتعادلوا وما تعادلناش، ومن بعد سايب الحمام ويجري وراه. صراحه هزيمه يا خويا بالنسبه لي ما استوعبها حتى تونسي. ما تتقبلش مهما باش تحلل ومهما باش تحاول تلقى وتعمل تحاليل فنيه وتغييرات يا ولدي ما ليها اقوى منها وخير منها ومش هكاك. ما فماش الروح اللي فريمون حاجتنا. الانطرونير راقد، رئيس الجامعه راقد، الملاعبيه راقد، كلها راقد. فما كان الجمهور الوحيد اللي فايق. عمل مقابله كبيره حقيقه. وقت اللي بعد الفوز نتاع المنتخب المغربي في تونس صارت المقارنه نتاع اغزر المغرب كيفاش واغزر نحن كيفاش. سؤالي ليك هل تجوز المقارنه لابروش اللي مشاو فيه التوانسه كان نوع ثم شويه غيره انه اغزر المغاربه كيف اغزر الكيب ناسيونال نتاع المغرب كيف اغزر نحن كيفاش؟ هل تجوز المقارنه ولا هل عندنا نفس الملاعبيه ولا هل حضرنا نفس التحضير ولا هل عندنا نفس المدرب؟ هات نخرجوا نقول شجاعه. هل عندنا نفس لي بارامتر هذوما وهل تجوز المقارنه؟ شوف كي انت تحب تقارن عندهم اقوى رئيس جامعه في افريقيا، عندهم اقوى ملاعبيه معناها افكتيف نتاعو كل يلعب في اوروبا، مدرب معناها كبير، مدرب معناها انت تشوف المنتخب المغربي راهو نحى هليلوزيتش وجاب وليد الركراك. نعم يعني يعرف المنتخب المغربي يعرف ايش قاعد يعمل ويعرف معناها فاش قاعد معناها عمل معناها فريق ممتاز، جاب الملاعبيه منتخب بصراحه يعمل 66 كيف يفرج كوره. اهم حاجه انك تفرج الكوره.
التوانسه في شنو تقارنوا؟ معناها خلينا نقول البطوله المغربيه من افضل البطولات حاليا، هي والسعوديه من افضل البطولات. الناس قاعده تخدم على الرياضه التونسيه، ما نجيوش احنا ليله صلاله ونحبوا لا عملنا نيول معدل المارك نحبوا نمشيو. ما تكونش هكا الكره. يا أخي الكره راهي تكون فما تكون راهي متسطر، تعرف شنو تعمل بالضبط. تعرف شنو تعمل، تعرف شنو تمشي، تعرف شنو المدرب اللي تجيبه، تعرف الملاعبيه اللي تجيبه من اوروبا. يعني المغرب عنده اوكي كم هائل من الملاعبيه يلعبوا في اوروبا، لكن هو جاب افضلهم. علاش مش نحن كيفهم؟ علاش ما عندناش حكيمي مش متكون في البطوله المغربيه والا نتاج البطوله المغربيه؟ علاش ما عندناش حكيمي؟ علاش ما عندناش حكيم زياش؟ علاش ما عندناش البوفال؟ علاش ما عندناش هذوما الكل باستثناء ياسين بونو اللي هو متكون في الوداد البيضاوي ويلعب فينال الشامبيونز ليج تاع 2011. ياسين بونو توا حاليا يلعب في اشبيليا، تقريبا ثاني افضل حارس في العالم بعد كورتوا. يعني عن القماش هذا مش ما عندناش، بعاد ياسر عليه. نحن عمار ميم با عندنا الربع نتاعو ولا الثمن نتاعو ياسر بعاد على الرشمه اذا كان نجمو نقارنوا بالمغرب. علاش نحن بعاد؟ شوف اولا خلينا نقولوا احنا ما عندناش نفس اللاعبين نتاع المغاربه عندهم برشا ملاعبيه معناها تلعب في على مستوى عالي. احنا كي تشوف المستوى العالي اللي نلعبوا فيه ابار السخيري يلعب في كولن في البوندسليغا، اعطيني ايش عندك؟ ما عندك حد شيء. عندها ناس تلعب في اشبيليا، عندها ناس تلعب في البي اس جي، عندها ناس تلعب في اجاكس، عندهم ناس يعني يا عمار جست انا معاك. المزراوي ظهير ايمن ما لقاش بلاصته في المغرب. علاش؟ على خاطر ثم حكيمي ولا بي اس جي يا اخي حطوه طيشوه على اليسار عكس ساقو ارير دروام، وانت تحكي لي في الصخيري وفي كولن وفي درشنا. المقارنه خلينا نقولوا زروق لا تجوز بيننا وبين حتى كي نلعبوا كي نتفرجوا في المقابله كي نبداو نلعبوا عندك شي عندي وبرا الناس الريتم تك 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 وناس تجري وناس تقاتل كل كوره يموتوا عليها والكونترول الصحيح والتكنيك الصحيح مش كيف واحنا ما اخذين الكوره ما درنا ما تلانسا الاخر طلع على دروا من غادي باش يسنتر كان جيت وشوف السونتراج يوصل لك صحيح احسن كان بوتو وكان ما حطيش ونتعذروا. شوف والله وجعت لي قلبي نهار الاثنين الله يهديك. بداية اسبوع موفقة للجميع. شو نهار الاثنين هذاك هو لازمني نرجع لك قلبك نهار الاثنين معناتها. مرحبا. مقابلة كبيرة للمنتخب المغربي بصراحة، تلعب ضد منافس مش اي منافس صحيح ممكن فانتسيكل ولا خلينا نقولوا الملاعبية ذوما، لكن انتصرت باقناع معناها بروح. وكي قلت تاني هوني قلت راهو المنتخب المغربي لو ينحي القميص معناه ويولي ويلبس منتخب الارجنتين ولا منتخب البرازيل ويهزكم يضحكوا علينا العباد. هذه خويا هي الناس اللي ما لازمكش تحترم المنافس مهما كان. وهذايا شفناه في مقابله السعوديه، انه السعوديه ما احترمش الارجنتين. يعني قصدك ما تعطيش فوق من قيمته، ما تعطيش ما لازمكش تحترم تخاف منه ونقعد نستنى اني نلعب بلوك التالي ونقعد نستنى في كونتر اتاك ونقعد نستنى. لازمك تلعب انت المغرب شنو الاسلحه اللي عندك. المغرب بصراحه علاش؟ لانه المنتخب اللي غادي يواجه منتخب قوي، منتخب تونسي ماشي ساهل، والديربي نعرفوها ديربي مشحون. توانسه اصلا يلعبوا بهذيك الجرين تاع الزايده، خاص الركراكي يدير الحيطه والحذر سيرتو في الدفاع لانه عنده مشكل في الدفاع. نتمناو انا التشكيله ديالي وما لازم بها حتى واحد، المهم انتم كاملين تعرفوا تقدروا ديروا التشكيلات وان شاء الله فيها خير. نتمنى بونو، نتمنى حكيمي يدو. المنتخب التونسي قلتوا تربحوا المنتخب المغربي وطلعوا رجال. برشا حكايات، برشا تصريحات، برشا بلا بلا، وفي الاخير حكيمي والكعبي داروا زوز لصفر. خطيونا برشا كلام، واليوم شفتوا الرجله ماشي بالبلا بلا. الرجله كتقاس في التيران ماشي قبل الماتش. وسلموا لي على السعيد بيس. اقول لك بالاحساس وخرج لي يحكي لي والله نحن عندنا اليد العليا على المنتخب المغربي. باش لا ارقام لا لعب لا حتى شيء، ما عندنا حتى يد عليا على المنتخب المغربي. برا شوف ملاعبيتهم وين يلعب. فريقهم الثاني هذه اللي ربح لنا 2-0 عندهم لا لعب لا زلزولي لا لعب شو اسمه ابراهيم. تخيل ابراهيم دياز انت والزلزولي يلعب، وعندهم زياش ما جابوهوش اصلا، ومزراوي. نحن زياش ما جابوهوش، نحن نجيبه في الفرجاني سيسي. زياش اللي لعب تشامبيونز ليج ومن احسن الجوارات في الافريق ما جابوهوش. يحسوا واحد ماهوش قادر انه يعطي الاضافه ما يجيبوهوش.
مزراوي اقرد ما لعبش 5000 الملاعبي ما لعبش يا معلم راه. ونحن كان كيك لسان طويل وكهو والفعل يجيبوا رب، ومن بعد يقول لك الاربيت. ما هوش الاربيت، نحن اش لعبنا باش نحكيو على الاربيت؟ اش عملنا باش نحكيو على الاربيت؟ وبرافو علي العابدي اللي قدم مباراة زادة كبيرة. في أول تحدي مهم، في أول اختبار جدي، نقول منتخبنا الوطني التونسي انهزم ب 2-0. تقول لي هدف في دقيقة 80 وغلطة دفاعية تخلي أشرف حكيمي وحده كورة ركنية تتعدى تتماركة. هدف ثاني زادة كالعادة، احتفاظ بالكورة، كورة يقصها في دقيقة 93 تسجل في الأخير 2-0. لكن نقول لك المنتخب المغربي والحقيقة وللأمانة مش المنتخب المغربي اللي نعرفوه قبل مدة قصيرة. لعب جماعي رهيب جدا ورشحناه وقلنا اليوم جماعيا ما شفنا شيء الحقيقة من أبناء الرقراقي، فقط بعض الفرديات اللي جابت نقاط مهمة. ونقول لك كان السخيري جاء موجود اليوم، فما حاجات تتغير ممكن. لكن بصراحة هجوميا منتخبنا لازمنا برشا خدمة باش نلقاو حلول وباش نسجلوا. تقول فوارق صحيح معاك، لكن هذا حكم اليوم. تقوليش بيك تحكي على التحكيم وانت خاطر خسرت؟ لا، مش خاطر خسرت، خاطر واضح قدامك التحكيم كيفاش والحكم كيفاش. في اكثر من مرة ما يعطيناش حقنا خويا، حتى فما ركلة جزاء ممكن. ما عرفش شنو رايكم في الماتش، شنو رايكم في التحكيم كذلك؟ مباراة للنسيان نقول.